السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم. راجعنا الجبر، هنشوف بقى الهندسة. على فكرة الرياضة سهلة جدا، بس كل الحكاية إن هي محتاجة تركيز بس ليس إلا، وعدم تشتيت. هنشوف مع بعضينا إن شاء الله شوية مراجعة هندسة بساط ظراف كده، والهندسة ممتعة جدا، بس أنت حاول إن أنت تركز وتعرف بس الزتونة فين معايا حبايبي. ويلا بينا نشوف أسئلة اختر. السؤال دايما بيبقى الأولاني أو التاني. السؤال بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. طبعا حبيبتنا الهندسة هتلاقي فيه مفاهيم وتعاريف بسيطة كده جميلة كنا خدناها من أول السنة. نبدأ نشوف أول سؤال. السؤال الأولاني بيقول لي الزاوية الحادة تكمل زاوية. أهم حاجة في الموضوع إن إحنا نشوف هل تكمل ولا تتمم، لأن إحنا عارفين الزاويتين المتكاملتين بيبقى مجموعهم كام يا حلوين؟ أيوه، سامع ولد شاطر بيقول لي 180 درجة، برافو عليك. وعندي كمان الزاويتين المتتمتين هيجي دورهم، تمام، مجموعهم كام يا حلوين؟ أيوه، سامع بنت شاطرة بتقول لي 90 درجة، تمام. الزاوية الحادة احنا عارفين ان هي اقل من 90 واكتر من صفر. تكمل يعني زاوية حادة اقل من 90، فلما تيجي تكملها زاوية المفروض الاتنين يكملوا 180 درجة، فلازم الزاوية التانية تكون اكتر من 90. فلما تكون اكتر من 90 تبقى نوعها ايه؟ هل هي حادة ولا منفرجة ولا قايمة ولا مستقيمة؟ ايوه، اكتر من 90، برافو عليك، زاويه حاده، تمام. يبقى الزاويه الحاده تكمل زاويه منفرجه، برافو عليك. سؤال من الاسئله اللذيذه خالص، هو بيقول لي قياس الزاويه المستقيمه. ده على انواع الزوايا، احنا عارفين طبعا زاويه حاده، زاويه منفرجه، زاويه مستقيمه، زاويه منعكسه، وهكذا زاويه قايمه، تمام. الزاويه المستقيمه، ها سامع يا ولد؟ ايوه، 180 درجة، برافو عليك. إذا كان قياس زاوية أ بيساوي 80 درجة، فإن قياس أ المنعكسة اللي هي زاوية أ المنعكسة اللي من وراها اللي من الناحية التانية، عايزين نلفت الانتباه لحاجة مهمة جدا. إحنا عندنا في أرقام كده أو أعداد مهمة جدا عندنا في الهندسة. عندنا 360، عندنا 180، عندنا 90. من ضمن الأعداد اللي احنا اشتغلنا عليها اللي هما الزاويتين المتكاملتين اللي هما مجموعهم كام؟ 180 درجة، تمام. عندي الزاويتين المتتمتين مجموعهم كام؟ 90 درجة. يبقى احنا عندنا 180، عندنا 90 اللي هي كمان عبارة عن الزاوية القايمة، تمام. هنا بقى الزاوية المنعكسة. أنا عارف مبدئيا كده إن قياس الزاوية زائد قياس الزاوية المنعكسة بتاعتها الاتنين مع بعض بيعملوا لي 360 درجة. يبقى إذا لما أكون أنا عايز أجيب الزاوية المنعكسة أو هو مديني الزاوية المنعكسة وعايز الزاوية الأصلية، فبالتالي بطرح من 360. فلو طرحنا دي من 360 الناتج هيطلع إيه يا شطار؟ أيوه، 200، برافو، 280. هايل. انا سامع ناس مذاكره كده وشاطره وبتحاول تردد معايا وتذاكر او تراجع معايا المفاهيم الظريفه الجميله بتاعت الهندسه دي. نيجي نشوف بقى التطابق. هنا بيقول لي اذا كان المثلث ا ب ج يطابق المثلث د ب ب. وهنا بيبقى فيه حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. احنا لما بنيجي بنكتب المثلثين بنكتبهم بترتيب حاجة اسمها ترتيب الرؤوس المتناظرة، بحيث يبقى أنا عندي الألف هنا الراس المتناظرة هنا بالنسبة لها د، فيبقى الزاوية اللي عند ألف طالما المثلثين متطابقين يبقى الزاوية اللي عند ألف عند الراس ألف بتتطابق مع الزاوية اللي عند د.
ويبقى الضلع اللي اسمه أ ب اللي هو واخد أول وتاني رمز من رموز المثلث بيطابق الضلع اللي عند د ه اللي هو واخد د أو تاني أول وتاني رمز من رموز المثلث التاني. يبقى أنا عندي الراس أ أو الزاوية أ تطابق الزاوية د، وعندي كمان الضلع أ ب يطابق الضلع د ه. وممكن نقدر نقول كمان نستنتج حاجات ظريفة جدا من خلال الكلام دوت. يبقى أنا عندي هنا ب ج كمان كضلع بيطابق الضلع اللي هو ه واو من الناحية التانية، وعندي كمان الزاوية اللي هي ب بتطابق الزاوية ه وهكذا. يعني نقدر نشوف طالما المثلثين متطابقين نقدر نستنتج كل زاوية وتطابق مين من الزاوية من المثلث الآخر، وأقدر أقول إن كل ضلع من أضلاع المثلث الأولاني يتطابق مع أنهي ضلع من المثلث الثاني. نشوف مسألتنا. مسألتنا بتقول لنا إن قياس زاوية أ ب50، يعني دي 50، يعني الزاوية دي 50 درجة، تمام؟ وعندي زاوية واو اللي هي من الناحية التانية اللي هي بتساوي مين هناك يا شطار؟ أيوه اللي هي زاوية ج، تمام؟ زاوية واو اللي هي ب70 معلش، أيوه زاوية دي 70، يبقى زاوية واو عندي ب70. يبقى أنا عندي مثلثين كل واحدة منهم عندي معروف، كل واحد منهم معروف زاويتين، واحدة منهم ب50 اللي هي أ هنا بتساوي الدال اللي هي ب50 رخرة، ويبقى الزاوية الثالثة من هنا اللي هي ب المفروض إن هي بتطابق اللي هي الزاوية الثالثة من هنا اللي هي زاوية ه اللي هي في الزاوية الراس اللي في النص. يبقى معنى كده إن الزاوية دي عندي كام بقى يا شطار؟ حد يحسب كده؟ أيوه واحد هيقول لي طب يا مستر نحسبها إزاي؟ أقول له يا حبيبي ما أنت واخد إن مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة، تمام؟ فلما يكون عندي زاويتين منهم 50 والتانية 70 يبقى معنى كده ان الزاوية التالتة ايوه في بنت شاطرة جدا بتقول لي يا مستر ما هو 50 زائد 70 ونطرحهم من ال 180 بتوع مجموع زوايا المثلث كله، يبقى 50 و70 يبقوا 120 نطرحهم من ال 180. الشاطر يقول لي ان الزاوية دي يا مستر بقت 60، تمام؟ يبقى 180 ناقص 120 يدانا 60 درجة. يبقى زاوية ه عندي بقت بكام؟ لأنها بتناظرها من الناحية التانية، هتبقى عبارة عن 60 درجة أخرى. ويبقى نشوف السؤال بتاعنا بيقول لي فإن قياس زاوية ه، أيوه يبقى احنا حلينا المسألة قبل ما نختار. مفيش حاجة في الاختيار اسمها حادي بادي. في بنات ظراف جدا وولاد ظراف جدا بيقولوا يا مستر طب احنا هنعملها حادي بادي كرنب زبادي ونحط الاجابه. لا الرياضه ما فيهاش الكلام ده. نحل المساله الاول نظبطها بدماغنا وبعدين نختار الاجابه اللي هنحلها. يبقى انا عندي الزاويه طلعت كام؟ يبقى الزاويه دي طلعت 60، يبقى هنختار الاختيار بتاع 60 درجه، تمام؟ هنا بيقول نرجع ونشوف السؤال نمرة 5. أنا عندي المستقيمان المتعامدان على ثالث، طبعا لو احنا حبينا على مستقيم ثالث، المفروض لو احنا حبينا نمثلها كده أو نرسمها عشان لو عندي مستقيمين أدي المستقيم أهو الثالث بتاعهم، وعندي مستقيمين عموديين عليه، يعني الزاوية دي قايمة والزاوية دي قايمة. لو أنا بصيت لقيت الزاوية دي قايمة، أنا عندي الزاوية دي قايمة، يبقوا الاتنين دول مثلا في وضع نقول إيه؟ تناظر. يبقى معنى كده إن الاتنين دول أقدر أقول إن هما إيه؟ ها؟ واحد شاطر يقول لي أيوه متوازيين، برافو عليك، متوازيين 100. طيب دول أنا قصدت إن أنا أجيب التلاتة دول ورا بعضهم على أساس نراجع التلات أعداد المهمين اللي عندنا. عندي مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة، أيوه 360، تمام؟ بس هنا مش جايب لي 360 في الاختيارات. أنا عندي يا إما قائمتان يا إما 3 قوائم 4 قوائم 5 قوائم. إيه يا مستر يعني إيه قايمة؟ سامع بنت شاطرة وولد ذكي بيقولوا لي إن الزاوية القايمة أيوه
اللي هي قياسها 90. يعني لما يكون قائمتين يبقوا مع بعض 180، لما يكونوا 3 قوائم يبقى مع بعض 3 في 90 يبقى 270، لما يكونوا 4 قوائم يبقى عندي 4 في 90 يبقى بيديني 180. يبقى لما اجي هختار قائمتان ولا 3 قوائم ولا 4 قوائم؟ ايوه، ولد شاطر بيقول لي 4 قوائم. تمام. يبقى اول عدد استخدمناه ال 360، وال 360 استخدمناها في حاجه ثانيه. الناس فاكره؟ ايوه، مع الزاويه الايه؟ مع الزاويه المنعكسه. هنا الزاويه التي قياسها 70 درجه تكمل زاويه قياسها، ايوه تكمل. كلمه تكمل يبقى العدد الثاني يظهر اللي هو كام؟ ايوه 180. برافو عليك. يبقى انا عندي هنا تكمل معناها زاويتين متكاملتين مجموعهم 180، واحده منهم 70، يبقى الثانيه يا شطار كام؟ يبقى اطرح بقى من 180. يبقى لما اطرح من 180 من 70، او قصدي ال 70 من ال 180 معلش، يبقى هيدينا ايوه 100 وايه؟ 110. العدد الثالث ايوه الزاويه التي قياسها 50 تتمم. يبقى كلمه تتمم عندي معناها ايوه زاويتين مجموعهم 90، يبقى الزاويه واحده منهم 50، يبقى الثانيه تمام. برافو عليك. اطرح 90 ناقص ال 50 هيدوني ايوه 40 درجه. شطار. تعالوا بقى نشوف بعد كده سؤال اكمل. هنراجع برضو فيه شويه حاجات ظريفه جدا، هنفكرنا بحاجات عن التطابق والتوازي والمفاهيم الاساسيه، وكمان ما تنسوش ان احنا في الاخر هنشوف الانشاءات الهندسيه اللي انتوا كلكم بتحبوها. تعالوا بقى نشوف الاسئله بتاعت اكمل. السؤال الاولاني بيقول لي اذا قطع مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين متبادلتين. مستقيم قطع مستقيمين متوازيين، فبيطلع عندي حاجات. ايه الحاجات دي؟ بالنسبه للزوايا انا عندي زوايا متبادله، زوايا متناظره، زوايا بنقول عليها زوايا داخله وفي جهه واحده من القاطع، او داخلتين وفي جهه واحده من ايه؟ من القاطع. من ضمن الحاجات دي عندي الزاويتين المتبادلتين. الزاويتين المتبادلتين لو كانوا مستقيمين متوازيين وقطعهم قاطع، يبقى المتبادلتين والمتناظرتين لازم يكونوا متساويتين في القياس. الناس اللي بتقول بتفكر نفسها بحرف الزد وحرف الاف وحرف اليو، نفتكر كده مع بعض. يبقى دول متساويتين فين؟ متساويتين في القياس. تمام. السؤال الثاني بيقول لي إذا كانت الزاويتان متجاورتان متكاملتين، في زاويتين جنب بعض متجاورتين متكاملتين، يعني مجموعهم كام؟ 180 درجة. زاويتين متكاملتين مجموعهم كام؟ 180 درجة. الضلعين المتطرفين بتوع الزاوية، يعني أنا لو بصيت لها كده هنلاقي المنظر ده موجود عندي. أيوه أدي زاويتين متجاورتين، ادي زاويه ودي زاويه، تمام. وده الضلع اللي احنا بنقول عليه الضلع الاوسط اللي ماسك الزاويتين. اما الاثنين دول فدول الضلعين الايه؟ المتطرفين. فلما يكونوا جنب بعض والزاويه والاثنين مجموعهم 180 لان هما متكاملتين، فالزاويه دي تعتبر زاويه ايه؟ مستقيمه. فيبقى المستقيم ده كله على استقامه، او النقط بتاعت الضلعين المتطرفين دول بيبقوا على نفس الاستقامة. فيبقى معنى كده ان الضلعين المتطرفين يكونوا ايه؟ على ايوه شاطر، على استقامة ايه؟ على استقامة واحدة. تمام. هنا بقى اذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتين متقابلتين بالرأس، زاويتين متقابلتين بالرأس، يعني الزاوية دي والزاوية دي. الشاطر يقول لي والشاطرة تقول لي تمام، يبقوا الزاويتين دول، يعني مثلا لو كان دي 50 يبقى الزاوية دي كام؟
ايوه برافو عليك، 50 رخرة. يبقى كل زاويتين متقابلتين بالرأس مالهم؟ ايوه متساويتين في القياس زي الفل. انا عارف ان انتوا شطار وبتذاكروا وبتراجعوا، وان شاء الله ربنا يكرمكم في الامتحان باذن الله. محور تماثل القطعة المستقيمة هو، لو خدتوا بالكم، محور تماثل القطعة المستقيمة يكون هو كذا وكذا. يبقى هنا مديهاني نقطة واحدة، هنا مديهاني حاجتين، يبقى معنى كده ان هما حاجتين. محور القطعة المستقيمة اللي هو ايه؟ لو كنا خدناها في الانشاءات الهندسية كنا بنقول ان محور القطعة المستقيمة عندي عبارة عن، مثلا لو جينا قلنا ادي قطعة مستقيمة، تمام، اسمها أ ب مثلا، كنا في الانشاءات الهندسية نصفناها، يعني عملنا ايوه بحيث ان ده يساوي ده، واحنا من خلال الكلام ده قلنا ان المنصف ده بتاع القطعة المستقيمة يكون محور ليها. ليه؟ لان المسافة دي دايما قد المسافة ديت، فبيكون عمودي، فيبقى انا عندي العمود من المنتصف. يبقى في الحالة ديت محور التماثل او اللي هو اللي انا عملته ده اسمه محور ايه؟ محور تماثل للقطعة الايه؟ المستقيمة. بيعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ بيكون عمودي عليها وفي نفس الوقت بينصفها. يبقى محور تماثل القطعة المستقيمة يكون هو العمودي عليها من منتصفها. من ايه؟ من منتصفها، يعني من النص كده رحت عامل عمودي، يبقى ده اسمه محور تماثل. انا عندي برضو هنا دي بالنسبه لنمره 6 هتلاقي نفس الكلام. محور تماثل القطعه المستقيمه يكون ايه بقى؟ عمودي، ايوه برافو عليك، عمودي عليها وايه كمان؟ وينصفها. يبقى هي نفس الايه؟ نفس الكلام. نرجع لنمره 5، وهو بيقول لي يتطابق المثلثان اذا تطابقا في احدهما. نشوف كده الشروط بتاعت التطابق او عندي حالات التطابق اللي موجوده عندي. انا عندي 4 حالات: ضلعين وزاويه محصوره، او زاويتين وضلع واصل بين راسيهما، او 3 اضلاع بيطابقوا 3 اضلاع من المثلث الاخر، او في المثلث القائم بقى يتطابق المثلثان اذا تطابق في احدهما ضلع وايه؟ ضلع ووتر. تعال نشوف الحاله من الحاله ديت اللي موجوده. يتطابق المثلثان اذا تطابق في احدهما ايوه نقط والزاويه المحصوره بينهما مع نظائرها من المثلث الاخر. يعني معنى كده عندي زاويه محصوره، يبقى فاضل ايه؟ ايوه ضلعين، ايوه بالظبط كده. سامع ناس بتعلي صوتها؟ ايوه، او ضلعان عشان بالعربي، تمام، ضلعان وزاويه ايه؟ وزاويه محصوره بينهما، يبقى المثلثين ايه؟ متطابقين. كده يبقى احنا ادينا نموذج كده لاسئله من اختيار من متعدد، وكمان اسئله من اسئله الايه؟ الاكمل. حاولنا فيها نراجع فيها شويه الافكار والمفاهيم اللي احنا خدناها في اثناء الترم. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنحاول ان احنا نشوف الاسئله بقى والمسائل اللي احنا نقدر نجاوبها بخطوات، واللي احنا نتحاسب على الخطوات بتاعتنا بالدرجات. هنا كانت يكفي بس الإجابة اللي عندي وتاخد درجتها، إنما في المسائل بتاعت اوجد أو اثبت أو لماذا كده، فلازم نكون عندنا خطوات نبدأ في كل خطوة ندي درجة، ومن خلال الدرجات ديت بندي درجة المسألة بالكامل. ما تنسوناش باللايك والشير، وكمان اعمل سبسكرايب، اشتراك في القناة، ونتقابل مع بقية الأسئلة بتاعة الامتحان. أشكركم.